يا صباح الحلويات، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى التحلية بتاعتنا سهلة وبسيطة ومن غير فرن، وعايزة اقول انها اطعم من التورتة واجمل من الجاتوه. حاجة كده اللهم بارك عظمة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا ندخل على الطريقة. هنا معايا كوباية الا ربع كده من الكريم شانتيه، كوباية الا ربع من الكريمة اللباني البودر، معلقتين كبار كده كريم باستري، معلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من السكر البودر. وبعد كده هحط حوالي ربع معلقة بس صغيرة من النسكافيه. عايزة تزودي براحتك، بس انا بحب احط حاجات بسيطة من النسكافيه عشان ولادي ما بيحبوهوش قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله. وبعد كده هضيف عليهم كوباية لبن. انا هنا بضيف لبن بودر عشان لو اللبن اللي عندي قليل ممكن اضيف مية متلجة. القيمة الغذائية بتاعت الوجبة بتاعتي او بتاعت التحلية بتاعتي ما تبقاش قليلة ابدا وتبقى طعمها حلو وممتاز. هنا انا احتجت مية فزودت كده، وهضرب بقى في الكريمة لحد ما يتضاعف حجمها كده وتديني الشكل الحلو ده. وبعد كده هيكون معايا كده كوباية من اللبن، هحط عليها كده نص معلقة من النسكافيه سريع الذوبان. وبعدين هيكون عندك اي بسكوت، اي نوع بسكوت اللي انت تحبيه بقى، يعني بسكوت شاي، بسكوت من بتاع العيد، بسكوت من بتاع المدرسة، اي نوع بسكوت عندك استخدميه. عايزة اقولك كده حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش محتاجة منك مجهود خالص. هنغرق كده البسكوتة في قلب اللبن ونرصها في الصينية كده. عايزة اقول لكم ان ده السهل الممتنع يا جماعة. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ده بقى ترميسو الغلابة، ولا هنستخدم بسكوت مخصوص ولا اي حاجة. بصوا بقى كده حطينا الكريمة في كيس، اي كيس عندك، حتى كيس بتاع خزين التلاجة مش مهم. وهنحط فيه الكريمة كده وهنوزعها فوق البسكوت، طبقة بسكوت وطبقة كريمة. وبعد كده هنحط برضو طبقة بسكوت تاني بنفس الطريقة. بصوا ولا اروع ولا اسهل ولا اجمل من كده. قولوا بقى بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. والله يا جماعة بأقل الإمكانيات وأقل التكاليف تقدري تبقي سعيدة وتسعدي ولادك وتسعدي بيتك وتبقي مبسوطة وما عندكيش أي مشكلة. ورجعنا تاني نحط طبقة بسكوت وطبقة كريم. اعمليها بالطريقة اللي تعجبك، أي طبقات انت عايزاها، طبقتين تلاتة أربعة عشرة مش مهم. بصوا بقى هنا كده كسرنا بسكوت كده عشان الجوانب نحط فيها البسكوت، عشان الجوانب الفاضية دي، فكسرناها على مقاسها بالظبط ورصيناها. حبيت بقى أعمل الفينش بتاعها بشكل جميل، فجبت كيس حلواني كده وحطيت فيه الكريمة الباقية، وقلت بقى ما أشكل بقى الحاجة الحلوة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما خلصت بقى هرش عليها كده، انا عندي نسكويك، فقلت بقى انا ازينها كده بالنسكويك وهيدي طعم حلو. بسم الله ما شاء الله. في الوصفة الأساسية بيحطوا عليها كاكاو بودر خام، انا ما حبيتش خالص. ده زي ما قلت لك كده اللي تحبيه اعمليه، مش شرط تعملي الوصفة زي ما هي، اعمليها زي ما تحبي انت تاكليها، مش شرط تعمليها زي اي حد او زي الوصفة الأساسية، اعملي بإمكانياتك. بص بقى على التفاصيل، حاجة كده روعة اللهم بارك. مش عايزة اقول لكم بقى والله العظيم فعلا حقيقي طعمها احلى من الجاتوه والتورته، حاجة كده خيال. لو عجبكم الفيديو بقى شيروه كتير ولايك وكومنت حلو زيكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.